اهداف نظيفه، ضربه حره مباشره موجوده، كره خطيره، اوه جول لتونس. تونس تسجل من كره ثابته، صابر خليفه ارتقى عاليا ووضع الكره في المرمى، وكان الهدف الاول، هدف المباراه الاول. صابر خليفه يعطي الفرح لمنتخب تونس ويرسم ابتسامة على محيا أسامة الطرابلسي. الكرة كانت مخادعة، مرت بهذه الصورة العالية، كانت من خالد القربي، والكرة ما لمسها في اعتقادي إطلاقا صابر خليفة، ولكنها خادعت نادر المياقري وكانت في الشباك، وكانت بالتالي قصة الهدف الأول لتونس في هذه البطولة. خالد القربي ربما، وكما ذكرت آخر حالة فوز لتونس قبل مباراة اليوم حتى الآن كان الفوز على جنوب أفريقيا في 2008 في غانا 3-1. كرة جميلة ملعوبة في المكان السليم، كرة جول، جول، هدف ثاني لتونس، هدف ثاني لتونس. لمساكني ينهي الامور على ما يبدو لتونس. هدف ثاني، هدف ثاني لنسور قرطاج. الكرة الماضية وتكلمنا عن المهارة الفردية ليوسف المساكني، تقدم بهذه الصورة. الكرة كانت قوية، مرت وعدت، وكان الهدف للمساكني اللي مرور. يا سلام يا سلام على المرور وعلى النظرة وعلى وضع الكرة بهذه الصورة. تأتي المهارة التونسية ليوسف المساكني، يسكن الكرة في الشباك المغربية، وتأتي الأفراح التونسية بداية من نقطة النجاح الأخيرة. لكن حسابات سامي الطرابلسي كانت ولا زالت بالفعل رائعة في مباراة اليوم. هنا محاولة عالية، الكرة خطيرة موجودة، جول، جول، خرجة يعيد الأمل للمغرب في المباراة، يسجل، وبالتالي الأمور الآن تزداد إثارة، وما تبقى من وقت وهو ليس بالكبير وليس بالقليل كذلك. ربما المباراة وربما الإثارة تستمر. الكرة هكذا بدأت، والمتابعة كانت من حسين خرجة في المكان السليم، تابع الكرة الماضية، ربما هنا الكرة الماضية، حسين خرجة القائد المغربي يتابع الكرة ويسجل ويعيد الأمل للمغرب. هكذا الكرة كانت من عبد الحميد الكوثري، لكن المتابعة كانت من القائد المغربي.